السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. تعالوا نجرب مع بعض ازاي هنفرد شعر بنوتتنا بابسط المنتج اللي هو بتاع نتائج اهوت. انا بفتحه، انا بصراحة اول مرة اجربه، بس عندي شغف ان انا اشوف فعلا هو هيعمل ايه. مكتوب عليه ان هو هيحل جميع مشاكل الشعر او الاستخدام. هنشوفه بيقول ان هو بيدي نتائج فورية. طريقة الاستخدام ان انا ممكن استخدمه، طبعا بيبقى كده كده على الشعر نضيف، ده انا غسلاه بالشامبو. طيب، وهنستخدموه ازاي؟ في طريقتين. ان انا ممكن احطه على الشعر طبعا بعد ما اتغسل، وكاتبين ان هو بيتحط على الشعر من الجذور للاطراف، يعني يتحط كمان على الجذور، وان انا اسيبه بقى يتغلغل في الشعر ولحد ما يتم امتصاصه. يعني مثلا ممكن نحطوه، في ناس انا كنت شفتها ريفيوهات كتير اللي سابوا 6 ساعات واللي نام بيه لكن انا طبعا مش هعمل كده. انا كتيري هيبقى ساعتين. فهبدأ بقى اوزع الشعر واحطه، وهوريكم على الطبيعة لما اغسل شعرها. تمام. لان بصراحة في حاجات كتير قوي نزلت للشعر من نتائج، ف عايزة اجربها، بس طبعا مش هجربها غير لما اشوف دوت عمل ايه. اهو بقى زي ما انتم ما شايفين كده، هحطه على الشعر كله. انتوا ممكن لو الشعر طويل وكثيف، هي ماشي ما شاء الله شعرها طويل لكن مش كثيف، يعني خفيف، فالواحد هيبقى كويس معانا. هنوزعه على كل مكان ونشوفوه بقى هيعمل معانا ايه. يعني حتى لو رطب الشعر يبقى هو حاجة كويسة، ممكن نستخدموه اللي هو كحمام كريم. وبعدين بعد ما هوزعه كله بقى هخليها تلبس كاب شاور، وهنقعده لمدة ساعتين، واوريه لكم بقى بعد الساعتين. اهوت يا جماعه، بعد ما عملنا الماسك عايزه اقول لكم ان انا قعدت مثلا ساعتين ونص. طبعا هو ما فردش الشعر زي ما احنا متخيلين، هو انتوا زي ما شايفين هو فيه كسرات، لكن بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا ما شايفين الشعر يعني فيه نعومة كده وفيه انسيابية، بجد حاجة جميلة جدا. هو رطب يعني، ويمكن كمان نقوله عليه مثلا حمام كريم، من احلى الحاجات اللي احنا ممكن نستخدموها. هستخدمه تاني، انصحكم ان انتوا تستخدموه، هو ثمنه 12 جنيه بس، وان هو يدينا الترطيب والنعومة ديت، فحلو جدا.